حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. هو في حد بيحب شغله؟ يعني في حد بيروح الشغل الصبح كده وهو منطلق ومبسوط ومتشوق يعرف هيعمل ايه النهارده؟ هو في حد بيقعد يذاكر على المكتب 4 أو 5 ساعات وهو مبتسم ومبسوط ودوبامينه في العلالي؟ رأيي الشخصي لا، مفيش حد بيعمل كده، لان مش ده المطلوب اساسا، ومش ده المقصود لما حد يقول لك حب ما تعمل او لازم تحب شغلك. في ناس بتحب الحياه الصحيه، الاكل الصحي والتمرين والنوم المظبوط وكل ده، بس هل ده معناه انهم بيبقوا مستمتعين وهم بياكلوا طبق سلطه زي وهم بياكلوا وجبه من ماكدونالدز؟ الاجابه مستحيل. امال هم بيحبوا ايه في الاكل الصحي؟ هم بيحبوا الاحساس اللي بيجي لهم وهم بياكلوه انهم محافظين على صحتهم، بيحبوا النتائج اللي بياخدوها منه، تجنب امراض زي السكر والضغط ومشاكل الكبد والكلى وحاجات تانية كتير. ممكن يخلوا الاكل ممتع اكتر شويه بانهم يختاروا وجبات صحيه بيحبوها او يحطوا صلصه او صوص او توابل معينه، بس كل دي عوامل مساعده مش هي السبب الاساسي. لان لو الطعم الحلو هو اللي بيخليك تحب الاكل الصحي يبقى انت بتضحك على نفسك، لان دايما البرجر والمخبوزات والايس كريم واكل الشارع هيبقى طعمه احلى من الفراخ المسلوقه او الخضار. زمان من كام سنه لما كان حد يسالني هل انت شايف اني لازم احب شغلي، كنت بقول لا، والشغل مش دوره انه يخليك مبسوط، الشغل دوره انه يجيب لك فلوس تتبسط بيها باقي اليوم. بس مع الوقت رايي اتغير كتير في النقطه دي، ما بقتش مقتنع ان ينفع 8 ساعات من يومك اللي هي نص الوقت اللي بتبقى صاحي فيه تكون بتعمل فيها حاجه ما بتسببلكش اي شعور بالراحه او السعاده، في حاجه بتعملها وانت مستني الساعه تيجي 4 مثلا عشان تمشي وتخلص من القرف ده. الحياه اقصر بكتير من كده، والوقت اغلى بكتير من اي جنيه هكسبه في شغلانه مش بحبها. عشان كده انا دايما بشوف ان قدامك اختيارين، يا اما تعمل كل حاجه تقدر عليها عشان تحب شغلك، يا اما تعمل كل حاجه تقدر عليها عشان تشتغل حاجه بتحبها. عندنا في الكليه في حاجه اسمها تنسيق التخصصات، بعد اخر سنه خالص بيتحسب لك المجموع التراكمي وبيبقى ليك ترتيب على الدفعه، والترتيب ده هو اللي بيحدد التخصص بتاعك زي ثانويه عامه بالظبط. يعني الاول متاح له كل التخصصات، لو خد رمد مثلا يبقى كده الثاني متاح له كل التخصصات ما عدا الرمد، لو خد مثلا انف واذن يبقى الثالث متاح له كل حاجه ما عدا الرمد والانف واذن، وهكذا لحد ما رقم 30 يبقى قدامه 8 او 9 تخصصات، ورقم 50 قدامه 4 او 5 تخصصات مثلا، يعني مش بالظبط. المهم ان كل تخصص ليه مميزاته وعيوبه، بس عشان نختصر هناخد جراحه. اي جراحه بقى؟ هو انت فاكر ان الجراح اللي بيشتغل 10 ساعات في اليوم وبيعمل 4 عمليات خطيره بيعمل ده عشان الفلوس؟ هي الفلوس سبب طبعا، بس هل الدافع الرئيسي اللي بيخليه يتفحت الفحته دي وسط الدم والتعقيم والاعضاء اللي داخله خارجه والمضاعفات الكبيره اللي ممكن تحصل وتوديه في داهيه حتى لو ملوش ذنب هو الفلوس؟ لو اتعاملت مع جراحين كفايه هتعرف انه لا، عمر ده ما كان الدافع. بلاش اقول عمر لانه ساعات بيبقى الدافع، وبالذات في الاول لما تبقى لسه جراح صغير وعايز تبني نفسك. في اول 5 أو 10 سنين مثلا الفلوس بتبقى هدف مهم، بس بعد كده وانت بتاخد في العمليه رقم محترم وتقدر تعمل عمليه واحده وتريح دماغك باقي الاسبوع، الدافع بيبقى دايما انك بتحب اللي انت بتعمله، انك بتحس بانبساط ومتعه وانت بتحل مشكله عيان ممكن يكون بقاله 5 سنين بيصوت كل يوم بالليل بسببها، انك بتنقذ عيان كان ممكن يموت لو استنى يوم كمان من غير ما يعمل العمليه. مش قصدي ان كل الدكاتره ليهم اهداف ساميه، دي مثاليه ملناش دعوه بيها، انا بتكلم عن احساسه الشخصي، احساسه بالانجاز والقيمه وان وجوده ليه دور وانه مؤثر في حياه الناس. بس هل الكلام ده معناه ان الجراح بيبقى فرحان ومزقطط وسط العمليه وهو بيحرك وريد او بيعمل تكنيك دقيق جدا ممكن العيان يموت فيه؟ طبعا لا، ده بيبقى متوتر وقرفان وعلى اخره والكورتيزول عنده في السماء، بس ده طبيعي لان مش ده الهدف. مش الهدف انك تبقى مستمتع بكل حاجه بتعملها في الشغل او ان الدوبامين بتاعك يبقى في السماء وانت قاعد على المكتب. الهدف انك تبقى حاسس بقيمتك ودورك وحاسس ان شغلك ليه معنى وان حياتك بالشغل احسن من حياتك من غير الشغل، ومش عشان الفلوس، عشان القيمه النفسيه والروحيه اللي شغلك بيديها لك. هو انت فاكر لاعب كمال الاجسام بيبقى مبسوط قوي في كل مره رايح يتمرن فيها او كل مره بيحرم نفسه من اكل هيموت عليه عشان خاطر اكل الدايت؟ انت فاكره بيبقى في اعلى مستويات سعادته وهو بياكل 1000 كالوري في اليوم عشان عنده بطوله بعد اسبوعين او 3 ومحتاج ينشف، او هو حارم نفسه من شرب الميه وحاسس بالجفاف عشان عنده بطوله بكره او بعده؟ ده بيبقى مش طايق نفسه، ده انت ممكن تلاقيه بيعيط بالليل عشان يعرف ينام، ومع ذلك هو بيحب شغله وبيحب اللي بيعمله وممكن يكون مستعد يدفع مليون جنيه عشان يكمل وما يبطلش. سيبك من الكلام النظري، خلينا نشوف انت ممكن تعمل ايه عشان تحب شغلك. في الاول لو انت بتكره شغلك، بتكره نفسك وانت رايح، بتكره كل لحظه قاعدها في الشغل، فغالبا انت مش هتقدر تحب الشغل لان المجال ده مش ليك. حاول تشوف حاجه بتحبها او حاسس انك بتحبها واديها 2 أو 3 من يومك عشان تبقى متمكن فيها وتقدر تشتغلها وتجيب منها فلوس كفايه انك تسيب شغلك اللي مش بتحبه. طيب لو انت مش بتكره شغلك للدرجه، يعني الموضوع عادي مفيش كره مفيش حب، ساعتها اظن ان هيبقى الاحسن انك تعمل اللي تقدر عليه عشان تحب شغلك اكتر. امسك ورقه وقلم وشوف ايه الحاجات اللي بتضايقك في شغلك وحاول تصلحها او تتجنبها. لو شغلك بيخليك ترد على مكالمات
مكالمات الزباين والعملاء وسط اليوم وانت قاعد مع عيلتك، اشتغل على انك تخلي في وقت محدد للمكالمات في اليوم. لو زمايلك في الشغل مش متعاونين قوي او مش بيحبوك، حط خطه للتعامل معاهم تخلي علاقتكم احسن، او تخلي علاقتكم مقيده ومحجمه. لو شغلك بيوترك وبيخليك دايما مضغوط عشان في تارجت صعب محتاج تحققه، سيب البوزيشن ده، شوف بوزيشن التوتر فيه اقل او مش مربوط بالتارجت بشكل مباشر. كل وظيفه ليها الطرق اللي بتخليها ممتعه، ممكن تتعلمها من زمايلك اللي بيحبوا الشغل، اللي بتشوفهم جايين الشغل مبسوطين وماشيين من الشغل مبسوطين. زمايلك اللي بيحبوا المذاكره، تعرف منهم هما بيسمعوا شرح مين او بيذاكروا ازاي، او ايه الطرق اللي بتخلي المذاكره خفيفه عليهم، خدها منهم وطبقها على نفسك. الخلاصه، ما ينفعش هدفك النهائي انك تبقى احسن جراح مخ واعصاب في مصر او صاحب اكبر شركه توابل يبقى هو الحاجه الوحيده اللي بتبسطك. لازم تحب العمليه، لازم تحب الشغل، او على الاقل ما تبقاش كاره نفسك وانت بتعمله، او على الاقل خالص ما تبقاش كاره نفسك في كل مره بتعمله فيها. شكرا لحسن استماعكم، السلام عليكم.